يعني ألم يقس قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك وشعرت أن بقلبك علة؟ خطر ببالك أن تترك مكانك وتذهب إلى محافظة أخرى لتسمع درس علم أو تحضر خطبة جمعة تكون جلاء لقلبك؟ ناس كثيرون يظنون على قلوبهم بهذه المسافة، عنده قسوة في القلب، لا ما يروحش ولا يدور ولا ينتبه. بعض الناس لا ينتبهون أن في قسوة أساسا في القلب، فبالتالي يظن أنه معافى فلا يطلب البر ولا يطلب العلاج. يعني ميمون بن مهران كما رواه أبو سعيد في كتاب في تاريخ الرقة، ميمون بن مهران قسى قلبه يوما، شعر بغلظة في قلبه. وميمون ده من الأئمة الثقات، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شعر بقسوة في قلبه وكان يسكن في البصرة. قال لابنه عمرو: يا بني خذ بنا إلى الحسن، حسن البصري. كان بصر ميمون ضعف، عمرو ابن أخذه يقوده لحد ما وصل بيت الحسن البصري. طرق الباب، خرجت الجارية: أنت مين؟ قال: أنا ميمون ابن مهران. فقالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ أنت لسه عايش لحد ما أدركت الزمان السيء ده. لأنه ميمون مكلوم القلب، مجروح، قلبه مجروح. أول ما سمع الكلمة دي من البنت بكى. والفضيل بن عياض له كلمات جميلة، يقول: إذا قرح القلب نديت له العينان. هو الواحد بعيط ليه بسرعة؟ تقول له اتق الله يعيط، أو يعمل أي حاجة تدل على أنه انفعل الكلام، زي مالك بن مغول رحمه الله قال له رجل: اتق الله، فوضع خده على الأرض. هو شايف أن ده الانفعال الطبيعي للكلمة العظيمة دي، اتق الله، وضع خده على الأرض. لما واحد يقال له اتق الله يعيط على طول. طب ده لماذا يبكي؟ قلبه مجروح جاهز. الفضيل بيقول: إذا قرح القلب، كان فيه قرحة يعني، نديت له العينان، تلاقي عين بالدم على طول. فلأن ميمون مقروح القلب، أول ما البنت قالت له كده: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان سوء، بكى وعلى نحيبه. أول ما على نحيبه، الحسن داخل الدار طلع يشوف مين اللي بيعيط، فإذا ميمون ابن مهران، فالتزمه، أخذوا عانقه يعني، ودخل معاه الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، بيكلم الحسن يعني، أبو سعيد كنية الحسن البصري: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي، قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني الإنسان، لأن الإيمان بيزيد وينقص، فالإنسان لما يلاقي هذه الغلظة في قلبه بيقوم يعمل أي عمل من أعمال البر، لعل الله عز وجل يتقبل هذا ويفتح عليه ويزيل العلة اللي في قلبه. إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي، أي قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الآيات دي من آخر سورة الشعراء. أول ما تلاها الحسن أغشي على ميمون، فقد الوعي. أول ما قال له: مش قلت لك قلبه جاهز، مقروح القلب، عايز بس حد يلطه كده يلمسه بس. أول ما قرأ هذه الآيات أغشي عليه. طبعا لما أغشي عليه الحسن البصري سابه،
دخل الدار هو كمان، ما برضه الآيات أثرت في الحسن. بعد مدة أفاق ميمون. الجارية زعلانة طبعا، سيدها برضه دخل في نوبة من البكاء ولا نوبة من الحزن والانفعال والكلام ده، فجت لقت وفاء كده، قالت لهم اخرجا فإنكما أزعجتما الشيخ سائر اليوم. يعني عكرتوا عليه النهار بحاله، لما جيت تقول له كلمتين أرى الآيتين دول النهار بتاعه خلاص راح. طبعا فميمون ابن مهران أخذ عمرو ابنه وخرجوا من الدار، وهو بقى ماشي معاه حاطط إيده في إيده بيتعكز عليه. فعمرو بن ميمون يقول لأبيه: يا أبتي أهذا هو الحسن؟ ألا كل شوية الحسن الحسن الحسن، ألا هو قال إيه يعني؟ آيات أنا حافظها، ما قالش حاجة يعني كبيرة يعني. أهذا هو الحسن؟ لقد كنت أظنه أكبر من ذلك. يعني هيقول لنا كلام من كلام الحسن المعروف بقى: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويقول: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. كلام الحسن، الكلام الجميل يعني المعروف من كلام الحسن. فعمرو بقى فكر بقى أنه يعني هيقعد بقى يقول بقى خطبة بقى، يعني ما قالش حاجة. قال: كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو: فضربني أبي في صدري وقال: يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه. الكلم اللي هو الجرح، يعني هذه الآيات لا تلابس سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. العذاب بقى والمساءلة والكلام ده. هو من النهاردة متمتع في الدنيا ملك مطاع يلبس التاج، إذا أشار الكل تحت الرجلين، إذا مشى الكل أمامه الكل وراه الكلام ده، إذا تمنى أي أمنية يلاقيها فورا، لا مرض في يوم من الأيام ولا احتاج في يوم من الأيام ولا أمر بأمر فقيل له لا في يوم من الأيام. غاب كم سنة يعني في الحياة الدنيا دي؟ 100 سنة، عاش 100 سنة يعني 200 سنة 300 سنة، وبعدين يموت تحت في القبر 1000 سنة 2000 سنة 3000 الله أعلم، وبعدين يقوم اليوم طوله 50,000 سنة، عريان جوعان عطشان، العرق يبقى واصل لحد دماغه، وشايف الناس بتتطاير، ده رايح النار وده رايح الجنة وهو مرعوب. أفئدتهم هواء، يعني ما فيش قلب في صدره، طار قلبه طار من الرعب، وفي الآخر ياخد كتابه بالشمال ويدخل النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هلك عني سلطانية. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت.